للاسف كان نفسنا نشوف منتخب الجزائر في المربع الذهبي، لكن منتخب الجزائر خرج من البطوله بعد خسارته من نيجيريا. بس هنقول ايه؟ معروف الكوره مكسب وخساره، ممكن فرقه تخسر مش يومها او الحظ عاندها، لكن المحللين الجزائريين كان ليهم راي تاني خالص. كل مرة ندخلوا كأس افريقيا مظلومين ويا غربتنا ضد الحال. سلم لي على كلمة مصداقية التحكيم الافريقي. الظلم هذا ما بداش من اليوم. فضيحة تحكيمية بامتياز. يجلس السطوي على تراثنا، على ما يبدعه أبناؤنا، لأنه الحكم نرفز اللاعبين. يبدو أن اللصوصية وصلت حتى إلى محاولة السطو على بطولات. أروقة الكاف وصلت إلى الحضيض. شرف الجزائر يملي عليا باش ننسحب من هذا الكاف المافيوي. هل بان المخزن على حقيقته في هذه الدورة؟ النظام المخزني يكون كراهية ويكون عداء للشعب الجزائري. عيب شي هدايا يا المراركة، إن لم تستحي فافعل ما شئت. سرقونا كلاونا حقنا نقطع معاهم، نقطع حكيم. هذه هي المواقف. شوف المخزن دائما كانت عنده نية خبيثة من جهة الجزائر. انا نفتخر باللي كان جزائري، لانه قرارات رئيس الجمهورية السي عبد المجيد تبون كانت قرارات في محلها. نهار قرر يقطع العلاقات مع المغرب. يا نهار ابيض، هي وصلت لقطع العلاقات؟ لا لو كده استنى ارجع للفار. فار يا جماعه. ايوه فعلا واضح قدام اهوت ان في التحام وحب وود بين الشعبين، وكان الجمهور الجزائري اللي موجود في المغرب كان حاسس كانه في بلده بالظبط، والجمهور المغربي كان بيشجع الجزائر في كل مبارياتهم في قلب الملعب. واضح قدامنا ان انت بتسخن الشعبين على بعض. كارت اصفر يا استاذ. الواحد كان فاكر ان الكوره بس هي اللي منفوخه هوا، طلع كمان ان في عقول منفوخه هوا اكتر من الصوره. يا جدعان قولوا كلام معقول. محاولة السطو على بطولات. يعني حتى وزير الاتصال الجزائري الشبكه واقعه عنده. بعدين سؤال، يعني الجزائر كانت بتلاعب نيجيريا والحكم سنغالي والكاف هو اللي بيدير البطوله، ايه علاقه المغرب بالخروج؟ يا لو سمحت بلاش تعمل مشاكل بين البلدين على الفاضي، اتكلم كلام منطقي، حل الكوره. يعني احنا دلوقتي بنحكي في المستطيل الاخضر، اي حاجه براه بلاش منها الله يخليك. انا شوف نداء الى السلطات نتاعي. انا والله واحد كيما حياته لازم نمنعوه من دخول الجزائر. حرام يدخل خائن كيما هذا يدخل الجزائر، بلد الشهداء. لا هو من ناحيه يدخل الجزائر ما تقلقش، مستحيل يعرف يدخل الجزائر تاني، لا هو ولا مارادونا ولا بليه، عشان حاليا عيسى حياته بقى عيسى مماته، يعني الله يرحمه مات، خرج من الحياه زي ما الجزائر خرجت من البطوله كده. تقريبا انت مش مقتنع بالاثنين صح؟ استاذ اديك طرد دلوقتي، اديك طق اخر تحذير ليك بجد، هطردك بعد كده. لازم تفهم ان الكوره دي مكسب وخساره، يعني ما تعملوش يا جدعان نفس المباريات بتاعتنا لما كسبتونا في مودرمان، مش لازم فتن على الهوا. اتكلم عن الماتش في اطاره الطبيعي، بعيد من فضلك عن جو المؤامرات ده. درت قراءه وحدي، بديت نخمم مع حكيم. المغرب البلد المنظم، راك تعرف المواقف نتاعها من الكيان الصهيوني. هل تقبل انت بلد عنده مواقف نزيهه وشريفه للقضيه الفلسطينيه تروح لبلد داير تطبيع مع الكيان الصهيوني ودير لهم لا كوب دافريك؟ اسكو انت تقبلها؟ شكون يقبلها هذه؟ ما يقبلوها لكش. دونك اذا ايه؟ تعالى هنا، تعالى انت رايح فين؟ عايز تفهمني يعني ان المغرب عشان بلد مطبعه مش هتدي البطوله للجزائر عشان مش مطبعه؟ ايه العلاقه مع استاذ؟ فاكر حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول لما الجزائر خدت البطوله. تعرف ان هي كانت على بعد 10 كيلو من السفاره الاسرائيليه في مصر، يعني لو ما كانتش جت في الجول كان السفير الاسرائيلي جاب الكره من على مكتبه. بعدين معلش انت عارف ان المغرب مطبعه من الاول، رحت ليه اصلا؟ سابوكوا توصلوا ربع النهائي على امل ان انتوا تطبعوا؟ استاذ المواقف الرسميه للدول وعلاقاتها الدوليه الخارجيه اللي كلنا بنرفضها حاجه، والمواقف الشعبيه حاجه ثانيه، ما تزايدش على الشعب المغربي. مش هتكلم على الاستاد كله كان عامل ازاي، ولا كان في دماغي وقلت اللعيبه بتاعتي. احنا كنا سعداء ان مصر كبيره، مصر قويه، مصر ام العرب وام افريقيا. بالتاريخ ما فيش حد تاريخ زينا، بالبطولات ما فيش حد ليه بطولات زينا، بالقوه على العالم كله مصر اقوى من اي حد. مصر الناس كلها بتغير منها، عشان كده منتخب مصر كمان في الكوره واخد 7 بطولات، في غيره منهم. اللي كانوا مالين الملعب دول، والماتش اللي فات وماتش بنين كان في ناس ليها دور كبير ان احنا ما نوصلش. فانا قلت لعيبتي انت عارف معنى كده ان ايه؟ انت بعبع افريقيا، انت بعبع افريقيا، احنا الاسود، احنا الفراعنه، اسود افريقيا واسود العرب في كل المجالات. فانا فخور ببلدي، فخور بال7 نجوم اللي هنا. احنا في 7 ستار.
كلام حسام حسن عن الجمهور المغربي اللي كان بيشجع منتخب السنغال امام منتخب مصر. بغض النظر عن الجزئيه دي اللي ما اقدرش احكم عليها بنسبه 100%، انا ما كنتش في الملعب. كان في جماهير مغربيه بتشجع السنغال طبيعي، في جماهير مغربيه ثانيه بتشجع المنتخب المصري، وانا عندي اصحابي واخواتي مغاربه وشايفينهم ان هم بيشجعوا المنتخب المصري زي ما في مصريين بيشجعوا المنتخب المغربي، وفي مصريين تانيين عايزين خساره المنتخب المغربي وشايفينه بيتجامل في البطوله، فطبيعي انك تلاقي كده وتلاقي كده. كل الكلام ده معلش على جنب، وعندي سؤال واحد: هل الجمهور هو اللي خسرك؟ لا، انت كنت سيء، انت ما كنتش موجود، انت ما جيتش الملعب حرفيا، فما ترميش الخساره على المدرجات وعلى الجماهير لان ده مش حقيقي. الجمهور كان ضدك عادي جدا، اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي ياما لعبت ماتشات خارج الارض 100% بقى من الجماهير فعلا ضدك، ايا كان الجمهور المغربي اللي كان موجود اللي هم بيشجعوا يا سيدي السنغال، انا همشي معاك ان هم كانوا بيشجعوا السنغال، مش هيبقى في التشجيع اللي في خيالك اللي يخليك مضغوط يعني في الملعب ويخرجك من الماتش. مش حقيقي، مش شايف ابدا ان الجمهور يكون سبب في خسارتك المباراه دي، كلها شماعات انت بتعلقها بس بسبب فشل المنتخب المصري في مباراه نصف النهائي. طيب تعال بقى نبص على الجزئيه الثانيه، ان منتخب مصر 7 ستارز وان منتخب مصر هو الاكبر في افريقيا، دي حقائق كلها ما حدش يقدر ينكرها، دي كلها حقائق. المنتخب المصري هو رقم 1، هو بعبع القاره دي، لان انت لما بتتكلم عن تاريخ مش عن حاضر، مش عن دلوقتي، مش عن البطوله دي، فالمنتخب المصري كده رقم 1 بشهاده الجميع واي حد بيفهم كوره واي حد عاقل. لكن لو هتتكلم عن الحاضر وعن دلوقتي في البطوله اللي احنا فيها، لا منتخب مصر ولا المنتخب الاول ولا حتى من اول 3 منتخبات جوه قاره افريقيا. منتخب مصر كورته كانت سيئه جدا، واحد من المنتخبات الجبانه في البطوله دي، للاسف ان انا بقول كده، منتخب جبان، منتخب ما كانش بيهاجم، بيعتمد على الدفاع بس قدام اي منتخب. خوتي كنا كنتذكروا الاعلامي المصري الفكاهي جوشو كيفاش كان كيتناول الماده ديال الفكاهه، وكيفاش كان كيحط المواقف ديال الضحك وديال الكوميديا، وكيكون البطل ديالها ديما هو الاعلام الجزائري. وهاد المره شد فيها شده ديال الصح، لا غير فيها بزاف ديال الحوايج، وداخله فيها السياسه ودخلوا الرياضه، ولكن كان عنده ضروري خصو هو يجاوب بطريقته، الطريقه اللي كيجاوب بها الصراحه الله كيف ما شفتو كاملين عجباتني. وصراحه هما تخلقوا غير باش يضحكونا صراحه، حنا هذوك الناس كنحرشوا بهم ماشي شي حاجه اخرى، اما باش نديروا بعقلهم ولا نديو عليهم حنا راه كنعرفوا النيفو ديالهم كيفاش داير. ولكن هاد الاعلامي ما شاء الله راه عجبني وبرد ليا الخاطر، وعرف كيفاش يتناولهم كما الدليل السخريه، لان اصلا صراحه بغيتو الحق راه هما اللي كيجيبوا الضحك لروسهم. خوتي كان هذا هو الفيديو والمحتوى ديالي، شكرا بزاف على المتابعه، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك، اعجبوا بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو بفيديو اخر ان شاء الله.